بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله معانا وصفة جديدة، وهي شيش طاووق الفراخ بتتبيلة سهلة، عبارة عن زبادي وملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وكاتشب وفصين توم. هنبتدي ننزل بالزبادي بتاعنا كده، ومعانا عصير بصلاية. هناخد المية بتاعتها بس ونقلبها مع الزبادي، ولو عايزة تستغني عنها عادي مفيش مشكلة، ممكن ما تحطوش. بعد كده بقى هننزل بالكيس الكاتشب بتاعنا بالشكل ده، وهنقلبه مع التتبيلة بتاعتنا. بعد كده هننزل بالثوم بتاعنا اللي احنا مقطعينه. عايزة برضو تستغني عن الثوم وتحطي ثوم باودر بس مفيش مشكلة. هنا نزلنا بالتوابل اللي هي ملح وفلفل وبابريكا وثوم باودر وبصل باودر، وهنبتدي نقلبهم مع بعض كويس. الوصفة دي جميلة وخفيفة والولاد بيحبوها وسهلة في نفس الوقت، متاخدش منك وقت تعمليها على طول. معانا هنا معلقة صويا صوص، وبرضو عايزة تستغني عنها مفيش مشكلة، بس هي بتدي لون حلو للفراخ. هنبتدي برضو نقلب التتبيلة بتاعتنا كده كويس، المكونات كلها مع بعضيها. بعد كده هننزل بمعلقة زيت، ونقلبها مع التتبيلة. وطبعا معانا الفراخ بتاعتنا عبارة عن صدور او وراك زي ما تحبي، بس هي الوراك بتبقى احسن في الشيش، بس لو مش موجود عادي زي ما عندي كده موجود الصدور فعملت بيها. هتقطعيها على شكل مكعبات، ونبتدي ننزل بقى بيها في التتبيلة بتاعتنا. الوصفة دي حلوة، ممكن تعمليها عندك في العزومات او حد جايلك، بتبقى شكلها حلو وشيك. هنبتدي بقى نقلب الفراخ بتاعتنا كده في التتبيلة بالشكل ده لحد ما تشرب التتبيلة، وهنسيبها في التتبيلة على الاقل كده ساعتين. بقت معانا بالشكل ده. هنكون بقى مجهزين بصل وفلفل وطماطم مقطعينهم مكعبات، وطبعا الصينية بتاعتنا والاسياغ بتاعتنا. هنبتدي بقى نحط قطع كده من الفراخ، وبعدين قطع من البصل والفلفل والطماطم بالشكل ده. والوصفة دي ممكن تتاكل معاها عيش او مكرونة او رز بسمتي زي ما تحبي. معانا بالشكل ده. هنعمل كمان واحدة مفيهاش اي مشكلة، مبتاخدش وقت في التسوية برضو، هتنجز معاكي لو انتي مستعجلة عايزة تعملي اي غدا بسرعة، فالوصفة دي هتبقى مناسبة ليكي وسهلة. وطبعا الفراخ يعني بصراحة بتنفع في اي وصفة وبتستوي بسرعة متاخدش وقت. معانا بالشكل ده. هنبتدي بقى نخلص الكمية بتاعتنا كلها، وهنرصها في الصينية، وبعد كده بقى هنحطها في الفرن تحت الشواية. لو انتي مستعجلة ممكن تحط لها شوية مية صغيرين وتحطيها على عين البوتاجاز لحد ما تستوي من الجنبين، وبعد كده بتدخليها في الفرن وبتحطيها برضو تحت الشواية. والطريقة دي افضل، يعني بحس ان هي بتخلي الشيش طعمه احسن، ان انتي بتحطيها على البوتاجاز لحد ما تستوي، وبعد كده بتدخليها تحت الفرن وتحت الشواية، وبعدين هي مش بتاخد معاكي وقت يعني. وده شكلها بعينها اهيت بعد ما خلصت. هنبتدي بقى نحطها بقى في الفرن، وده شكلها النهائي بعد ما خرجت من الفرن. كان فاضل بقى شوية من الخضار حطيتهم كده في قعر الصينية تحت من الشيش بتاعنا. وده شكله معانا. وصفة سهلة وبسيطة، وجربوها ان شاء الله هتنال اعجابكم باذن الله. وان عجبتكم الوصفة بقى ما تنسوش اللايك والشير في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير.